والله مستري انا اصلا شايف ان انا لسه ما وصلتش بصراحه، وهو حقيقه الامر انا على بدايه الطريق. يعني الرحله طبعا انسبايرنج بالنسبه لي، انا الرحله انا هبقى فخور بيها لما تبقى ليجاسي. انا بشتغل من وانا في ثالثه اعدادي. اول شغلانه خالص كانت ليا كانت في تشيلز، وبعد كده اشتغلت في ساس دي اللي هي سيف انذر زيرو. بعد كده اشتغلت في نوكيا، ايام هي الصوره بقى اللي نزلت الصورة لي على بتاعت السوشيال نوكيا. ميديا اللي هي اللي في نوكيا. بعد كده اشتغلت في شركه مقاولات، وبعد كده فتحت شركه مقاولات. وبدأها صغيرة يعني وبداتها شركة. بداتها شركه صغيره خالص، بداتها وانا سني صغير كمان. انا اصلا كنت شغال في شركه مقاولات في الاول، فكان بيجي له شغل بيرفضه وشغل صغير قوي، فانا كنت ايه باخد الشغل ده وادفع كوميشن للمكتب. خدت قرار ان انا افتح شركه مقاولات. طبعا اول ما فتحت بكسب كويس قوي، والشغل كان ماشي معايا كويس وانا كنت شغال في حته يعني المعدات التقيله، كل ما يتعلق بتحريك التربه، حفر ترع، شق مصارف، فرد خطوط غاز، كهرباء، حفر لبش. خدتني الحماس عايز اكبر الشركه ومش عارف ايه، خسرت قفلتها. بعد كده نقلت ريل استيت عن طريق بقى الحكايه دي. اشتغلت موظف بروكر الاول. كان مرتبك كام ساعتها؟ ما كنتش بقبض، كان شغال على نظام اسمه 0 to 5، لو بعت ب 2 مليون اقبض 2000 جنيه. بعد كده خدت القرار ان انا افتح. طبعا لما دخلت الريل استيت اي فول ان لاف من اول شهر. لقيت نفسي في ايه، في عمليه البيع وعمليه التكييف والمكتب، لان طبعا المقاولات يعني عايز اقول لك ان التكييف والمكتب الاول قلت ايه ده، هو ينفع الناس تشتغل في تكييف ومكتب ويعملوا فلوس كتير؟ لان كان دايما مرتبط في دماغي ان انت عشان تعمل فلوس كتير لازم تنزل السايت او بتاع، لان ده اللي تتمرمط بقى. شفته. وبعدين قابلت شريكي بقى الله يمسيه بالخير، اللي هو اول شركه عملناها مع بعض. قال لي تعالى نتشارك ونعمل شركه. قلت له لا يا عم، بقول لك ايه، انا عملت شركه قبل كده وبتاع وايه، خسرت وايه، سيبني بقى ايه. وعارف بقى كنت لسه شاب بقى ايه، شاري شقه وعربيه خلاص ادفع وبدفع الاقساط له بقى، يلا اقساط، بقى. وكنت في الفيس دي. بعد كده ايه، عملنا بقى الشركه وتوالت النجاحات وكبرت، وربنا كرمنا وعملنا شركه تطوير. وبعد كده انا تخرجت وعملت شركه بولد روتس واهو بقى الشهر الجاي اهو هنلونش اول مشروع لينا كشركه ديفلوبمنت.